لو قلت لكم بقى ان احنا ببيضه واحده بس وحبيتين من البتنجان هنعمل وليمه من الكفته، هتصدقوني؟ ان شاء الله هتصدقوني. تعالوا بقى علشان اقول لكم ازاي نعمل وليمه كفته من البتنجان، بجد يا جماعه خطيره. انا متاكده ان انتوا لو جربتوها مره هتدمنوها حرفيا. في الاول كده هنحتاج ل3 حبات من البتنجان وزنهم حوالي كيلو الا ربع. هنقطع البتنجان كده لمكعبات ما تكونش تخينه قوي علشان ما ياخدش معانا وقت في التسويه. هنجيب بقى طاسه كده او وok ونحط فيها معلقتين 3 من الزيت، وهنحتاج كمان حوالي 4 فصوص من الثوم. هننزل بالثوم كده، وانا مش عايزه الثوم ياخد لون خالص، انا بس عايزه الثوم يبدا يدبل. اول بقى لما الثوم يبدا يدبل ونشم ريحه الثوم، هننزل بمكعبات البتنجان ومش هنضيف عليه ميه ولا اي حاجه خالص. احنا هنقلبه تقليبه كويسه، وهنغطي بقى الطاسه بتاعتنا دي ونرفعها على النار. وطبعا النار هاديه جدا، ومن وقت للتاني هنديلها تقليبه كده بالظبط على النار ربع ساعه، هتلاقوا البتنجان استوى بقى معاكم زي الزبده. هنجهز بقى شويه خضار، حبايتين 3 من الطماطم اللي عندي كانت صغيره فانا استخدمت 3، لو الطماطم كبيره استخدموا 2 بس، ولازم نقشر الطماطم يا جماعه. هنحتاج كمان بصل وفلفل اخضر وفلفل الوان وفلفل حار وشبت مع كزبره وحوالي 3 4 فصوص من الثوم. لو عندكم كمان بصل اخضر زودوا بصلتين 3 بيخلوا الطعم في حته تانية خالص. هنبص بقى بصه كده على البتنجان وهنديله تقليبه، لسه محتاج شويه تسويه، هنديله تقليبه ونرجع نغطي تاني، وبعد شويه نرجع نقلبه تاني. هنجيب بقى طبق كبير وننزل فيه كل الخضار ونحط عليه البيضه بتاعتنا، وهنزود بقى شويه حاجات كده، حوالي 3 4 معالق كبار من البقسماط ومعلقتين كبار من الدقيق. وهنحط بقى البهارات، عباره عن معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه بابريكا ونص معلقه بس من الفلفل الاسود. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ قطعنا كل الخضار بتاعنا قطع صغيره، وحطينا عليه 4 معالق من البقسماط ومعلقتين من الدقيق ومعلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه بابريكا ونص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه كزبره. هنا بقى كده البتنجان كان استوى عندي تماما، هنهرسه كويس كده بالهراسه بتاعه البطاطس، ونلبس بقى الجلافز علشان نعجن كل الحاجات دي مع بعضها. في الاول كده هنقلب الخضار كويس جدا مع الدقيق والبقسماط والبيضه، وبعدين ننزل عليهم بالبتنجان، والافضل ان احنا نستنى شويه على البتنجان لحد لما يبرد خالص. وهنرجع بقى نعجن الحاجات دي مع بعض كويس جدا كده. لو حسيتوا وانتوا بتعجنوها ان هي محتاجه كمان شويه بقسماط زودوا معلقتين 3. هنعجنها كويس لحد لما تلاقوا انها مش بتلزق في ايديكم بالشكل ده. هناخدها بقى ونريحها في التلاجة بالظبط نص ساعة قبل التشكيل. وتعالوا بقى يا جماعة علشان اوريكم الاسدالات الخطيرة اللي انا جبتها من مصنع عيوش. انا بجد ما كنتش متخيلة ان الاسدالات هتكون بالجمال ده. انا الفترة اللي فاتت دي شفت اعلانات كتيرة جدا لمصنع عيوش والاسدالات بتاعتهم، بجد كان ناقص ينزلوا لي من حنفية، فقلت لا بقى ما بديهاش يا بنتي يا مروة، اطلبي كام واحد وشوفي الكلام ده بجد ولا ايه. وبجد يا جماعه ما كنتش متخيله ابدا في يوم من الايام ان انا ممكن ادخل المطبخ واطبخ وانا لابسه اسدال. بجد دي كانت حاجه من رابع المستحيلات. بس بجد بقى لما جربت الاسدالات بتاعه مصنع عيوش حسيت كده ان انا فعلا مش لابسه حاجه. الاسدال حلو جدا وناعم وطري وفضفاض وواسع وبيلبس لحد 200 كيلو. ايوه يا جماعه بيلبس لحد 200 كيلو. اما بقى يا جماعه عن الاسعار، ففعلا الاسعار عندهم خطيره ومقارنه باي مكان تاني، لان عيوش يا جماعه يد اولى مصنع. لو انت حابه تعملي براند وهم يصنعوا لك، عايزه تاخدي منهم بسعر الجمله وتبيعي بقى كده براحتك، بجد الاسدالات بتاعتهم يا جماعه خطيره. الاسدال ده خامته زبده لكرة، بجد وهمي ناعم جدا وطري، والطرحه بتاعته عريضه جدا وخطيره. شايفين بقى الجمال؟ شايفين جمال الاسدالات والوانها؟ بجد يا جماعه مش مصدقه الجمال ده، كلهم حلوين جدا. الاسدال بقى اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا شفت ناس كتير جدا لابساه، وبجد ما كنتش متخيله ان هو بالجمال ده. بجد طعمه حلو جدا، والطرحه بتاعته عريضه، وانتي اصلا هتلبسيها تحسي انك فعلا مش لابسه حاجه خالص. ده غير طبعا بقى ان هم عاملين فيه حزام، لو انتي حابه تلميه زي ما انا لما كده هتلميه وتجسميه عليكي، ولو انتي حابه تفكي الحزام بتاعه علشان يكون واسع وفضفاض هتفكي الحزام بتاعه. يعني هيلبس اي مقاس يا جماعه، هيلبس 70 كيلو، هيلبس 90 كيلو، هيلبس لحد 200 كيلو. بجد الاسدالات كلها تحفه جدا، وكانت تجربه حلوه جدا بالنسبه لي، وان شاء الله زي ما قلت لكم كده ناويه ان انا اطلب من عندهم كل الاشكال وكل الالوان. اما بقى الاسدال الخطير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، فبجد مش قادره اتكلم عن جماله وجمال الخامه بتاعته. الخامه بتاعته سي واي، بجد يا جماعه تحفه. وطبعا موجود عندهم كل الالوان، الازرق والابيض والاسمر والكيوي وكل الالوان. طبعا انا جبت لون الكيوي لاني بحبه جدا. ادخلوا بقى على الصفحه بتاعتهم واختاروا اللون اللي يناسبكم والشكل اللي يناسبكم، وبجد كل الاسدالات عندهم تحفه. اما بقى الخمار ده فهو عملي جدا. عملوا خمار يا جماعه بكم علشان يوفروا علينا ان احنا واحنا خارجين البلكونه نلبس اسدال بقى، وانتي خارجه البلكونه هتشدي الخمار، الباب بيخبط عليكي هتشدي الخمار. بجد حلو جدا. ارفعي ايدك بقى فوق وتحت، ساتر جدا وطويل،
وبجد بجد عملي جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين معايا بقى كده، جبت التايجر وجبت الاسود، هم عندهم بقى اشكال والوان كتيره جدا. هسيب لكم بقى اللينكات بتاعتهم في التعليقات، وادخلوا عندهم واطلبوا الحاجه اللي تناسبكم. وبجد يا جماعه الحاجات خامتها واسعارها تحفه جدا. يلا بينا بقى نشوف الكفته بتاعتنا وصلت لحد فين. زي ما اتفقنا بقى كده، احنا دخلنا الكفته كده التلاجة بالظبط نص ساعه علشان ترتاح معانا شويه وتكون سهله في التشكيل. هنجيب بقى طبق فيه معلقتين من الزيت، وهندهن الصينيه بتاعتنا بشويه زيت، وهناخد بقى مسحه زيت بسيطه كده على ايدينا ونبدا نشكلها. لو حابين بقى انكم تعملوها مدوره زي ما انا بعملها كده طبعا براحتكم جدا، حابين تعملوها صوابع طوليه برضو براحتكم جدا. ما شاء الله بتعمل كميه كبيره جدا، نقدر نحتفظ بيها كمان في الفريزر لو حابين. هنجيب بقى طبق ونحط فيه حوالي كده نص كوبايه من الدقيق، وناخد قطعه قطعه نعفرها الاول في الدقيق وبعدين ننفضها كويس جدا. لو هتشيلوها بقى في الفريزر هنطلعها من الفريزر وهي مجمده، هنعفرها في الدقيق وعلى الزيت على طول، مش هنستنى عليها لحد لما تفك. هنجهز بقى الطاسه الجميله بتاعتنا وفيها شويه زيت، مش زيت كتير خالص ولا حاجه. وفي الاول هنعمل اختبار لواحده بس قبل ما نشكلها خالص، هنعمل اختبار لواحده بس في قلب الزيت. لو لقيتوا ان هي بدات تفك كده في قلب الزيت ومش متماسكه، يبقى هي محتاجه معلقتين دقيق او معلقتين بقسماط. زودوا لها معلقتين دقيق او معلقتين بقسماط، وابداوا حمروها، بتاخد على كل ناحيه بالظبط من 3 ل 4 دقائق. وبعدين طلعوها بقى كده على شبكه او على مصفى علشان لو فيها اي زيت زياده تصفيه. وبس كده يا جماعه، تعاملوا معاها معامله الكفته بالظبط. انا عملت جنبها شويه سلطه خضراء، حمروا جنبها بقى شويه بطاطس وشويه جرجير وشويه مخلل، وبجد بجد مش هتعرفوا توقفوا اكل حرفيا. مش محتاجه اي حاجه جنبها غير شويه عيش بلدي وشويه مخلل وشويه جرجير. ان شاء الله لو جربتوها مره واحده بس انا متاكده انتوا هتحبوها جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا اولادي ما بيحبوش البتنجان اصلا. من يوم ما عملتها في البيت هم يقولوا لي يا ماما دي كفته. يا جماعه والله بتنجان، والله يا ماما دي كفته. بجد طعمها حلو جدا، ان شاء الله تجربوها، وانا متاكده انها هتعجبكم وهتعجب البيت كله. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده بقى وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. وبالف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.